نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال ابن حجر رحمه الله تعالى: وقد صنف في هذا النوع الإمام الشافعي كتاب اختلاف الحديث، لكنه لم يقصد استيعابه، وصنف فيه بعده ابن قتيبة والطحاوي وغيرهما. وإن لم يمكن الجمع فلا يخلو إما أن يعرف التاريخ أولا فإن عرف وثبت أو لا أن يعرف التاريخ أو لا، أي أو لا يعرف. إما أن يعرف التاريخ أو لا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ولا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، ما زال الحافظ رحمه الله تعالى يتكلم عن الأحاديث التي يقع فيها التعارض أو يقع في ظاهرها التعارض، فبين أن المسلك الأول هو مسلك الجمع بين الأخبار، وبينا من قبل أن هذا المسلك لا يصار إليه إلا عند تساوي درجة الأخبار. فذكر رحمه الله تعالى الجمع بين الأخبار التي ظاهرها التعارض، وبين أن السلف ألفوا في ذلك كتبا، فذكر كتاب الشافعي وذكر كتاب ابن قتيبة والطحاوي، كل هؤلاء من السلف رحمهم الله تعالى. وكتاب الطحاوي يعتبر من أقوى الكتب في هذا الباب، فينبغي لطالب العلم أن يطلع عليه. فقد نوع الشافعي رحمه الله تعالى فيه العبارة وطرق الجمع، وكذلك كتاب ابن قتيبة والطحاوي رحمهم الله تعالى. فهذا مثال لطريقة السلف رحمه الله تعالى في اعتماد الجمع بين الأخبار قبل المصير إلى القول بالنسخ ما لم يكن مصرحا به، أو القول بالرد ونحو ذلك، لأن الجمع بين الخبرين أولى من إسقاط أحدهما. نعم. قال وإن لم يمكن الجمع فلا يخلو إما أن يعرف التاريخ أو لا، فإن عرف وثبت المتأخر به أو بأصرح منه فهو الناسخ والآخر المنسوخ. والنسخ رفع تعلق حكم شرعي بدليل شرعي متأخر عنه، والناسخ ما يدل على الرفع المذكور، وتسميته ناسخ المجاز لأن الناسخ في الحقيقة هو الله تعالى. ويعرف النسخ بأمور أصرحها ما ورد في النص كحديث بريدة في صحيح مسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة. ومنها ما يجزم الصحابي بأنه متأخر، كقول جابر رضي الله تعالى عنه: كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، أخرجه أصحاب السنن. ومنها ما يعرف بالتاريخ وهو كثير، وليس منها ما يرويه الصحابي المتأخر الإسلام معارضا للمتقدم عليه، لاحتمال أن يكون سمعه من صحابي آخر أقدم من المتقدم المذكور أو مثله فأرسله. لكن إذا وقع التصريح بسماعه له من النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فيستجب أن يكون ناسخا، بشرط أن يكون لم يتحمل عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم شيئا قبل إسلامه. نعم. شرع يتكلم عن الناسخ والمنسوخ، هذه المرتبة الثانية بعد أن يتعذر الجمع بين الخبرين المتساويين في القوة والصحة. قال يعمد بعد ذلك إلى النظر في الناسخ والمنسوخ، فالمتأخر منهما يكون ناسخا للمتقدم منهما، كما قال الناظم: والجمع واجب متى ما أمكن، وإلا فللأخير نسخ بينا أو بينا. وبين بعد ذلك كيف يتعامل مع النسخ وكيف يعرف النسخ. إما يعرف بالتصريح، وهذا أعلى المراتب، كقول عائشة رضي الله عنها: كان فيما يتلى من القرآن 10 رضاعات محرمات نسخنا ب5. فهذا صريح ببيان المتقدم والمتأخر والتصريح بالنسخ. وجاء التصريح بلفظ النسخ عن ابن عباس رضي الله عنه، عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم كعلي وغيرهم،
رضي الله عنهم. فقول الشارع بأن هذه التسمية مجازا لأن النسخ حقيقة هو الله، هذا فيه نظر. فالصحابة رضي الله عنهم استعملوا هذا اللفظ، صرحوا به، ولو كان ليس على حقيقته لما أطلقوا ذلك على فعل الشارع. قال لأن الناسخ في الحقيقة هو الله تعالى. وحمل بعضهم لفظ الحافظ هنا على كلام الناس بأن يقال هذا منسوخ وهذا نسخ ونحو ذلك. وعلى كل حال فهذا اللفظ استعمله الصحابة رضي الله عنهم، والناسخ حقيقة هو الله تبارك وتعالى. ثم ذكر رحمه الله تعالى قال والنسخ رفع تعلق حكم شرعي بدليل شرعي متأخر عنه. اختلف في هذا الرفع، هل هو رفع كلي أم رفع جزئي؟ فذهب جمهور الصحابة رضي الله عنهم، بل لعلهم لا يختلفون في ذلك، بأن النسخ يصدق على الرفع الجزئي كما يصدق على الرفع الكلي، بينما ذهب بعض السلف كالشافعي رحمه الله تعالى إلى أن إلى أن النسخ لا يسمى نسخا حتى يكون من ذلك الرفع الكلي. والفرق بينهما هل يصدق مسمى النسخ على تخصيص العام وتقييد المطلق وتفصيل المجمل ونحو ذلك أم لا؟ فالذين قالوا بالرفع الكلي قالوا هذا لا يدخل في مسمى النسخ، والذين قالوا يدخل هم الصحابة رضي الله عنهم، وأطلقوا هذا اللفظ على ما كان عاما فخصص أو ما كان مطلقا فقيد، سموه باسم النسخ، وهذا هو الراجح. فيقال النسخ نوعان، نسخ كلي ونسخ جزئي، وكلاهما يسمى نسخا. ثم ذكر مثالا لتسمية الناسخ، وهو حديث النبي صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإن تذكركم الآخرة. فهذا الحديث صريح في ذكر الأمر الأول ثم ذكر الأمر الآخر. قالوا منها ما يجزم الصحابي بأنه متأخر، كقول جابر كان آخر أمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء من مسة النار، قال أخرجه أصحاب السنة. لكن هذا الخبر معلول، لعله البخاري رحمه الله تعالى بالانقطاع، حيث ذكر أن سفيان بين أن ابن المنكدر لم يسمع هذا الخبر من جابر، وأعله أبو حاتم بالاضطراب، والمقصود بالاضطراب هنا الخطأ في سياق المتن، وبين أن أصل هذا الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل من كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ، هذا هو أصل الخبر وهذا هو الصحيح. وأما معنى الحديث فقد جاء حديث جابر الآخر مبينا لذلك، حيث سئل النبي صلى الله عليه وسلم، وجابر بن سمرة سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الوضوء من الأنعام، سأله الرجل قال يا رسول الله أنا أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال إن شئت. قال أنا أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم، ولم يقل إن شئت. فهنا فرق بين العبارتين، فالأولى على الاستحباب والثانية دل على الإيجاب، وهذا هو الراجح أن لحم الجزور ينقض الوضوء. وذكر قالوا منها ما يعرف بالتاريخ، قال وهو كثير، يعني في الأمثلة منها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في أول الأمر قد أمر بقطع الخف، ثم تكلم النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك في مجمع الناس ورخص في ذلك. فمن سلك مسلك الناسخ والمنسوخ قال هذا نسخ ذاك،
وهذا هو الصحيح، لأنه كما تقدم معنا أن الصحابة يفهمون من النسخ الجزئي والنسخ الكلي. فعلى كل من التقدير أن ذلك الحكم رفع تماما وحل بعده هذا الحكم الجديد، أو قلنا بأن الأول محمول على العزيمة والثاني محمول على الرخصة، فيكون ذلك مقيد بهذا. على كل هذا يصدق عليه مسمى النسخ. فإذا عرف السابق من اللاحق فهو الاحتجاج بالتاريخ في الناسخ والمنسوخ. ثم استثنى رحمه الله تعالى، قالوا ليس منها ما يرويه الصحابي المتأخر الإسلام معارضا للمتقدم عليه، الاحتمال أن يكون سميعا من صحابي آخر أقدم من المتقدم المذكور. والراجح أن هذا كله لا يتأتى في شأن الصحابة رضي الله عنهم إلا ما جاء مصرحا به. أما مع ذلك فالاحتمالات واردة، لأن الصحابة كان يرسل بعضهم عن البعض الآخر، فربما روى صحابي متأخر الإسلام أحداث لأمور جرت في أول الإسلام، بل ربما لأمور جرت قبل البعثة، هذا كله وارد. فيمكن يكون تحملهم النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، يعني سأله عنه لأنه صحابي، سأله فأخبره، وربما تحمله عن صحابة آخرين ممن أدركوا تلك القصة والحادثة فأخبروه بذلك، ومراسيل الصحابة صحيحة لا إشكال فيها. فلا يتأتى في هذا الناسخ والمنسوخ إلا بتصريح واضح جلي. ولهذا المؤلف رحمه الله تعالى ذكر احتمالات متعددة في ذلك، كل هذا يدور على هذا المعنى، أن الصحابي ربما لقي النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن ذلك، وربما أخذه عن غيره. وإذا وجد الاحتمال القوي بطل الاستدلال، فلا نقول بالناسخ والمنسوخ بهذا الاعتبار. نعم. وأما الإجماع فليس بناسخ، بل يدل على ذلك، وإن لم يعرف التاريخ فلا يخلو إما أن يمكن ترجيح أحدهما على الآخر بوجه من وجوه الترجيح المتعلقة بالمتن أو بالإسناد أو لا. فإن أمكن الترجيح تعين المصير إليه، وإلا فلا، فصار ما ظاهره التعارض واقعا على هذا الترتيب. الجمع إن أمكن باعتبار الناسخ والمنسوخ، الترجيح إن تعين، ثم التوقف عن العمل بأحد الحديثين. والتعبير بالتوقف أولى من التعبير بالتصافح، لأن خفاء ترجيح أحدهما على الآخر إنما هو بالنسبة للمعتبر في الحالة الراهنة، مع احتمال أن يظهر لغيره ما خفي عليه للمعتبر، إنما هو بالنسبة للمعتبر يعني الاعتبار. نعم. للمعتبر في الحالة الراهنة، مع احتمال أن يظهر لغيره ما خفي عليه، والله أعلم. نعم، يعني الآن يتكلم عن مسألة الإجماع، هل يصح القول بالنسخ بالإجماع؟ فأشار قال وأما الإجماع فليس بناسخ أي في ذاته، ولكنه يدل على وجود الناسخ، وإن لم نحفظه نحن وجد الناسخ وإن لم يحفظ عندنا، لكن الإجماع استقر على هذا. فإذا استقر الإجماع على شيء وكان إجماعا حقيقيا فإن الأمة لا تجمع على ضلالة. فإذا أجمع الصحابة رضي الله عنهم على شيء معين وكان هناك حكم دل على وجود ناسخ لهذا الحكم، وجود رافع لهذا الحكم، إما رفع كلي أو رفع جزئي كما تقدم، فالإجماع دال على النسخ ولا يكون هو بذاته ناسخا. ثم هذا الإجماع ليس على كل حال ينضبط، فربما يوجد مخالف، ولهذا عامة الأمة على أن الإجماع الذي ينضبط هو إجماع الصحابة رضي الله عنهم، أو بعد ذلك يحكى الإجماع بعدم المخالف، وهو ما يسمى عند البعض بالإجماع السكوتي، أي لا يوجد مخالف. هذا قوي كذلك، هذا قوي في دلالته. لكن المهم من الذي أجمع وتحقيق وجود الإجماع. فنحن نعلم أن الأمة قد عاشت في زمن من الأزمنة على عقيدة الأشعرية، أليس كذلك؟ وتضافر على هذا علماء كبار، وسرى بذلك الأمر في الأمصار، وتعدد العلماء في ذلك تكلموا فيه، حتى ظن البعض أن هذا هو الإجماع وأن هذه عقيدة السنة والجماعة، بل كانوا يحكونها كذا، يقولون هذا مذهب السنة والجماعة. لكن ما زال هناك قائم لله تعالى بالحق بحمد الله جل وعلا.
بعض الناس يتسارع في نقل الإجماع لأنه رأى أهل بلده أو المشاهير من علماء عصره قالوا بهذا فيظن أن هذا هو الإجماع، وهذا خطأ، ولهذا الإمام أحمد قال وما يدري لعل الناس اختلفوا. الإمام أحمد لا ينكر الإجماع، ومن توهم هذا على أحمد فقد غلط عليه. أحمد لا ينكر الإجماع، لكنه يقول بتحقق الإجماع، أي لابد من التحقق فيه، فلا ينقل الإجماع جزافا، بل لابد العبد أن يبحث. وما يدرك أن لعل الناس اختلفوا، هل بحثت، هل استقصيت، هل زرت الأمصار ووقفت مع العلماء لكي تجمع أقوالهم؟ ما يدرك لعل الحق على لسان أحدهم وأنت لا تعرفه، وهذا وارد على كل أحد. فليس هذا من باب نفي الإجماع. بل الإمام أحمد رحمه الله تعالى هو نفسه ينقل إجماعات، هو نفسه رحمه الله تعالى ينقل إجماعات، فهو لا ينفي ذلك من كل وجه، كما أنه لا يثبته من كل وجه. وإنما نبهنا على هذا لأنه قد ينغمر صوت صاحب الحق في زمن من الأزمنة ويتضافر الناس على شيء فاسد، ثم يدعون أن الإجماع قد انعقد على هذا. يقع فساد في العلماء والعياذ بالله هنا وهناك، وتظهر هذه الشبهة أو تلك الشهوة في زمن ما فيقولون اتفقنا على كذا. ومن المسائل المهمة في هذا الباب كذلك أن الإجماع لا يمكن أن يكون تشريعا جديدا، لا يمكن أن يكون تشريعا جديدا، فالشرع قد استقر، والله تعالى قال يوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فلا يمكن يأتي إنسان بحكم جديد في الشرع بدعوى الإجماع يقول هذا حلال وهذا حرام، لا يتأتى أبدا. هذه صفة التشريع الله تبارك وتعالى وحده لا شريك له جل الله في علاه. فذكر بعد ذلك المراتب إذا أمكن الترجيح تعين المصير إليه. يقول نعمد إلى الترجيح بين الخبرين، والترجيح هنا معناه التساقط، أي أن نسقط دليلا ونمضي الدليل الآخر لقرائن معينة احتفت بالخبر ونحو ذلك، أو لإتيان عواضد أخرى وشواهد لأحدهما دون الآخر، هذه من المرجحات. هنا يقول والتعبير بالتوقف أولى من التعبير بالتساقط، يعني يشير إلى مسألة الإطلاق العام. يعني في الإطلاق العام يقول لا نقول تساقطا، لأن هذا يعطي حكما كليا، أليس كذلك؟ أن حكم هذا الخبر وذاك أنهما ساقطان، فهو يمنع من هذا رحمه الله تعالى. لماذا؟ يقول لأن هذا الحكم بالتساقط هو حكم كلي، والناظر فرد أو جماعة معينة دون البقية، وقد تقدم الحديث عن ما يسمى بالاعتبار، ما يسمى بإيش؟ بالاعتبار. فهذا الاعتبار أمر اجتهادي، فإذا اجتهد فلان أو مجموعة من الناس فقالوا هذا الخبر ساقط أو هذان خبران تساقطا، هذا الحكم خاص بهما، فقد يوفق غيرهما إلى إمكانية الجمع أو إمكانية الترجيح، فلا يقال بالتساقط من كل وجه. فلهذا قال الأولى أن يعبر بالتوقف، أي هذا المجتهد توقف في هذه المسألة، لم يستطع أن يقطع فيها بشيء، فيقول أنا أتوقف في هذا. والتوقف غير التساقط، التساقط إهدار، التساقط إهدار، بينما التوقف احتمال قد وقد. أما إذا حكم عليه بالتساقط بالذات إذا كان عالما ترفع إليه الأبصار أو مجموعة علماء ترفع إليهم الأبصار فقالوا هذان خبران تساقطا، فقلما يجرؤ أحد على مخالفة ذلك فيرسل الأمر على هذا المنوال، وربما يكون الأمر في حقيقته ليس كذلك. فالتعبير بالتوقف أوفق وأفضل من التعبير بالتساقط. نعم. ثم المردود وموجب الرد إما أن يكون لسقط من إسناد أو طعن في راو على اختلاف وجوه الطعن أعم من أن يكون لأمر يرجع إلى ديانة الراوي أو إلى ضبطه. فالسقط إما أن يكون من مبادئ السند من تصرف مصنف أو من آخره، يعني يشير إلى أن هناك علل أخرى غير قضية ديانة الراوي والضبط، يعني من العلل الخفية ونحو ذلك. تقدم معنا مسألة ديانة الراوي ما لم يبلغ به حد الكفر بالله عز وجل، فإن السلف رحمه الله تعالى رووا
عن مبتدعة كما تقدم معنا في الدروس الماضية. وقد اختصر الذهبي رحمه الله تعالى ذلك بمقولة جميلة فقال: لنا صدقه وعليه بدعته، لنا صدقه وعليه بدعته. والمتأمل في طريقة السلف يجد أن هذا هو المتحقق حقيقة، أخذوا منه الصدق ولم يلتفتوا إلى بدعته من جهة الرواية لا من جهة التعلم والديانة. يا إخوان السلف يفرقون يا إخوان بين قضية التلقي من جهة الرواية من جهة التلقي من جهة الفهم والعلم، فلا تعارض بينهما. يعني عندما تقرأ قول ابن سيرين في مقدمة مسلم مثلا: إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم، لا يشكل عليك أن البخاري خرج عمران بن حطان مثلا، أو أنهم رووا لشباب ابن سوار ولأبي معاوية ونحو ذلك. هذا لا يشكل أبدا، لأن باب الرواية باب ضبط فقط. أنا لا أريد أن يفهمني الحديث أصلا، ولا أن يبين لي الأحكام منه، ولا أن يقعد لي القواعد العقدية منه أبدا، فقط مجرد رواية لا أكثر. أما معنى الحديث وفهم العقيدة أخذها من أئمة السلف الذين عرفوا بضبط هذه الأمور وتحري الصدق في ذلك والورع، وهم أئمة على هذا الشأن ومنارات. فنفرق بين الأمرين، فلا أتخذ هذا الشيخ المتكلم في دينه معلما، أي بمعنى يفسر لي ويبين لي ويقعد لي، هذا لا يقبل، لا سيما إذا كان في الأمة من ينوب عنه أو يقوم مقامه وأفضل منه من أهل السنة والجماعة، فهذا لا يلتفت إليه مطلقا. نعم، ربما ألجأت الحاجة عبدا ما ليأخذ علما لا يؤثر على معتقده ولا يؤثر على فهمه للدين من شخص ربما يكون فيه نوع بدعة، كمن يأخذ مثلا علم القراءات على فلان مثلا، أو يأخذ علم النحو على فلان. هذا لا يؤثر على ماذا؟ على عقيدة العبد ولا على علمه. لكن إذا وجد من هو من أهل السنة والجماعة فلا يلتفت إلى أهل البدعة والفرقة والشناعة مطلقا، بل يعمد إلى أهل السنة. بل تحسر أقوام على أخذهم الأسانيد عن أقوام متكلم في عقائدهم، حتى صار بعضهم عنده إسناد عالي في حديث أو في قراءة يستحي أن يذكره، لأن فيه هذا الشخص الذي أصف بالبدعة الشنيعة، ربما بعض من المشركين نسأل الله العافية والسلامة وقع في شرك التصوف ونحو ذلك، فيستحي أن يذكر هذا الإسناد، فيعمد إلى إسناد النازل هو أحب إليه ويفخر به أكثر من فخره بذلك الإسناد العالي الذي فيها هؤلاء الذين تكلم في عقيدتهم. فنفرق بين الأمرين، بين قضية مطلق الرواية أو مجرد الرواية، وبين قضية تلقي العلم والفهم. تلقي العلم والفهم هذا دين لا نأخذه إلا من أهله، إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. أما مطلق الرواية فهذا يكفينا فيها ماذا؟ صدق الراوي وضبط الراوي. فهنا لا نلتفت إلى عدالة الديانة، لكن نلتفت إلى عدالة إيش يا إخوان؟ الضبط. ونشترط في هذا أن لا يبلغ به حد إيش؟ الكفر، أي الفساد في عدالته في ديانته. ولهذا السلف لا يروون عن الرافضة لا يروى عنهم لأنهم يستحلون الكذب ولأنهم كفار بالله جل وعلا، نسأل الله العافية والسلامة. لكن روى عن الخوارج، الخارجي أصلا لو كذب لكفر في نفسه، لأنه يكفر بالذنب، ليس كذلك؟ يكفر بالكبيرة. هذه من أحد أنواع التكفير عند الخوارج. فلهذا الخوارج من أبعد الناس عن ماذا يا أخوان؟ عن الكذب. هذا الخوارج الأوائل، ولما الخوارج في المتأخرين حتى يكذبون، نسأل الله العافية والسلامة. نعم. فالسقط إما أن يكون من مبادئ السند من تصرف المصنف أو من آخره، أي الإسناد بعد التابعية أو غير ذلك. فالأول المعلق سواء كان الساقط واحدا أم أكثر، وبينه وبين المعضل الآتي ذكره عموم وخصوص من وجه. فمن حيث تعريف المعضل بأنه سقط منه اثنان فصاعدا يجتمع مع بعض صور المعلق، ومن حيث تقييد المعلق بأنه من تصرف المصنف من تصرف مصنف. ماشي، هو المصنف عندك بالالف واللام ما في إشكال. من تصرف مصنف من مبادئ السند يفترق عنه إذ هو منه يفترق منه عندي كذا. نعم، يفترق منه إذ هو أعم من ذلك. ومن صور المعلق أن يحذف جميع السند، ويقال مثلا قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ومنها أن يحذف إلا الصحابي أو التابعي والصحابي معا، ومنها أن يحذف من حدثه ويضيفه إلى من فوقه. فإن كان من فوقه شيخا لذلك المصنف فقد اختلف فيه، فقد اختلف فيه هل يسمى تعليقا أو لا،
والصحيح في هذا التفصيل، فإن عرف بالنص أو الاستقراء أن فاعل ذلك مدلس قضى به وإلا فتعليق. وإنما ذكر التعليق في قسم المردود للجهل لحال المعلوم، وقد يحكم بصحته إن عرف بأنه يجيء مسمى من وجه آخر. فإن قال جميع من أحذفه ثقات جاءت من أحذفه فإن قال جميع من أحذفه ثقات جاءت مسألة التعديل على الإبهام، وعند الجمهور لا يقبل حتى يسمى لكن قال ابن الصلاح هنا إن وقع الحذف في كتاب التزمت صحته كالبخاري ومسلم فما أتى فيه بالجزم دل على أنه ثبت إسناده عنده، وإنما حذف لغرض من الأغراض، وما أتى فيه بغير الجزم ففيه مقال، وقد أوضحت أمثلة ذلك في النكت على ابن الصلاح. والثاني وهو ما سقط من آخره من بعد التابعي هو المرسل، وصورته أن يقول التابعي سواء كان كبيرا أو صغيرا قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كذا، أو فعل كذا، أو فعل بحضرته كذا، أو نحو ذلك. وإنما ذكر في قسم المردود للجهل لحال المعلوم، لأنه يحتمل أن يكون صحابيا ويحتمل أن يكون تابعيا، وعلى الثاني يحتمل أن يكون ضعيفا ويحتمل أن يكون ثقة، وعلى الثاني يحتمل أن يكون حمل عن صحابي ويحتمل أن يكون حمل عن تابعي آخر، وعلى الثاني فيعود الاحتمال السابق ويتعدد إما بالتجويز العقلي فإلى ما لا نهاية له، وإما بالاستقراء فإلى 6 أو 7، وهو أكثر ما وجد من رواية بعض التابعين عن بعض. فإن عرف من عدد التابعين أنه لا يرسل إلا عن ثقة فذهب جمهور المحدثين إلى التوقف لبقاء الاحتمال، وهو أحد قولي أحمد، وثانيهما وهو قول المالكيين والكوفيين يقبل مطلقا. وقال الشافعي المالكيين والكوفيين يقبل مطلقا. وقال الشافعي يقبل إن اعتضد بمجيئه من وجه آخر يباين الطريقة الأولى مسندا كان أو مرسلا، ليترجح احتمال كون المحذوف ثقة في نفس الأمر. ونقل أبو بكر الرازي من الحنفية وأبو الوليد الباجي من المالكية أن الراوي إذا كان يرسل عن الثقات وغيرهم لا يقبل مرسله اتفاقا. نعم، شرع رحمه الله تعالى تكلم في القسم الثاني وهو المردود. بعد أن تكلم عن الصحيح بدرجاته تكلم عن المردود، أي الذي لا يقبل الاحتجاج به. والرد قد يكون بإهدار الحديث جملة لأنه مسلسل بالمجاهيل، أو لأنه ضعيف جدا، أو فيه متهم متروك ونحو ذلك، فهذا لا يكتب ولا يحتج به. لا يثبت من الحديث أصلا، ولذا تجده في الكتب التي هي مضان للغرائب والموضوعات ونحو ذلك. أما النوع الثاني فهو الذي يكتب ولا يحتج به، يكتب للاستئناس فقط، ولكن لا يصلح للاحتجاج به. وهذا كثير في الكتب المشهورة، موجود مثل هذا القبيل. وقد وهم بعضهم فظن أن هذا من قبيل النوع الأول، وهذا غلط عليهم، فإنهم لا يخرجون لراو اتفقوا على تركه وتكذيبه واتهامه ونحو ذلك. نعم، يكون هذا قول جماعة منهم أو الجمهور منهم، لكن يقع في ذلك اختلاف، يقع من يعدله أو يحسن الظن فيه، كما جرى مع مالك رحمه الله تعالى عندما روى عن عبد الكريم بن أبي المخارق، روى عنه وقد تكلم فيه جماهير أهل العلم، وقد اعتذر الإمام أحمد له فيما يذكر عنه أنه قال غرته عبادته، مع أنه أخبر بأن من أبرز اسمه في موطئه فهو عنده معروف وثقة. ومع ذلك السلف ما كانوا يصححون حديثا لعبد الكريم بن أبي أمية بن أبي المخارق. وعيب على شعبة أنه يروي عن عاصم بن عبيد الله، والجمهور على عدم الرواية عنه، أي الاحتجاج بخبره،
لا يحتجون بخبره. وكان مالك رحمه الله تعالى يشنع على شعبة بهذا، يقول شعبتكم يشدد في الرجال، ويروي عن عاصم بن عبيد الله. وعاصم شديد الضعف لأنه شديد الوهم والاضطراب، داخل عليه الأحاديث جدا، حتى ذكروا في سيرته قالوا لو قيل لعاصم بن عبيد الله من بنى مسجد الكوفة لقال حدثنا فلان عن فلان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بناه أو نحو ذلك، يعني في تخليط شديد ووهم كبير منه. فلهذا أكثر العلماء على أنه لا يروى عنه، أي لا يحتج بحديثه. نعم تذكر أحاديثه في الكتب السنن ونحو ذلك، ولكن لا يخلو أن تجد من أهل العلم من يصحح حديث لعاصم بن عبيد الله مثلا، كما فعل الترمذي مثلا في بعض الأحاديث لعاصم بن عبيد الله صححها رحمه الله تعالى من باب الانتقاء، كما صح له مثلا حديث ينسك عن الغلام شاتان عن جارية شاه، لكن ليس لأن عاصم هو الذي تفرد به، لأن عاصما ضبطه. وهذه مسألة أخرى يا إخوان، هذه مسألة مهمة ننبه عليها. بعض الناس يظن أن الترمذي يصحح بالمتابعات والشواهد، هذا خطأ يا إخوان. الإمام الترمذي رحمه الله تعالى يجد أن أصل الحديث هو من الأحاديث المحفوظة، بعد ذلك لا يشكل عليه أن يروي أحاديث دون ذلك وفيها من تكلم فيه ويصححها. وهذه مسألة غير يا إخوان ذكر الحديث الصحيح ثم يتباع ذلك بشواهد ومتابعات يضعفها الإمام، هذه مسألة أخرى يا إخوان. هذه مسألة أن يروي الحديث ثم يروي حديث فيها كلام ويصححها، يصح هذا المتكلم فيه. لماذا؟ لأنه يرى أن هذا الراوي ضبط هذا المروي، لماذا؟ لأنه روى كما روى الثقات، فهنا عرفنا أن هذا الراوي في هذا المروي ضبطه. هذا يسمى مسألة الانتقاء والتصحيح، هذا سلكه البخاري في صحيحه ومسلم في صحيح في رجال تكلم فيهم. فلا إشكال أن يصحح الترمذي لعاصم بن عبيد الله مثلا أو لكثير بن عبد الله مثلا، لأنه يعتبر بهذه الأمور أن الحديث وجدناه محفوظا من رواية الثقات ثم رواه عاصم بن عبيد الله كما رواه الثقات. هنا ماذا نقول؟ نقول أن عاصم ضبط هذا الخبر، فلا إشكال أن نقول هذا الحديث صحيح، أي من حديث عاصم، لأن عاصما ضبطه. لأن الرجال المتكلم فيهم يا إخوان نحن لا نقطع بأن كل ما رووه ضعيف، نقطع بهذا يا إخوان؟ ما نقطع بهذا، كما أن لا نقطع بأن كل ما يرويه الثقة صحيح، أليس كذلك؟ الثقة قد يهم. ذكرنا أن الزهري رحمه الله تعالى حفظ له أكثر من 50 حديث وقع فيها الوهم، وكذلك لسفيان وكذلك لشعبة وغير ذلك من الأئمة. فنعم، لكن الحكم الأغلب ما هو أن الثقة الثبت الأصل في حديث ماذا؟ القبول، حتى يثبت لنا ضد ذلك. والضعيف المتكلم فيه وشديد الضعف الأصل في حديثه يا إخوان الرد، حتى يثبت لنا أنه ضبط المروي فنصححه. هذا الذي فعله الترمذي رحمه الله تعالى وغيره، وقد خرج النسائي أيضا لأقوام من هؤلاء في سننه المجتبى، وهي صحيحة عنده، وإن كان شرطه في ذلك أعلى من شرط الترمذي، بل ربما أعلى من شرط مسلم كذلك. على كل، هذه القضية أن الذي يصحح له المتكلم فيهم، لا نقول بأن هذا الذي صحح المتكلم فيه أنه متساهل، هذا خطأ كبير على الأئمة يا إخوان. لكن نقول هو انتقى للراوي المتكلم فيه ما وافق فيه أحاديث الثقات، فما أشكل عليه مطلقا يقول هذا حديث صحيح أو هذا حديث حسن صحيح، أي من حديث عاصم حيث ضبطه بخلاف الأحاديث الأخرى التي لم يضبط، بدليل أنه لم يخرج لعاصم بن عبيد الله كل ما روى، إنما خرج أحاديث من أحاديث عاصم بن عبيد الله، هذا للتمثيل فقط يا إخوان. طيب، يتكلم بعد ذلك عن السقط، يتكلم عن الساقط في الإسناد عند السلف الإطلاق فيه واسع، فلم يكن عندهم هذه التفصيلات والتقعيدات أن هذا معضل وأن هذا يسمى معلق بقيد كذا وهذا يسمى كذا منقطع بقيد كذا. الأمر كان عندهم على السعة، فيقولون منقطع ويقولون مرسل، فيطلقون اسم الانقطاع على المعضل وعلى المنقطع وعلى غيره، فالأمر في ذلك كان عندهم على السعة. إنما قلت هذا لأن هناك من يحفظ هذه النبذ من المصطلح فيظن أنها محل اتفاق من السلف
ثم يحاكم الناس إليها. فإذا سمع عالما يتكلم عن حديث قد سقط فيه أكثر من راوي لكن لا على التوالي، فقال هذا حديث معضل، يقول انظر هذا ما يفهم علم المصطلح، يقول معضل. كيف تقول معضل؟ المعضل ما سقط منه 2 فصاعدا على التوالي، هذا المعضل. أو يسمع أحد العلماء مثلا يقول عن حديث سقط منه 2 أو 3 على التوالي، يقول هذا حديث منقطع أو هذا حديث مرسل، يقول انظر هذا ما يفهم علم الحديث ويتكلم في هذا في كذا وكذا، يشنع عليه، وحقيقة هو أولى بالشناعة منه. السلف رحمه الله تعالى كانوا على السعة في هذه الأمور يا إخوان، يطلقون على هذا مرسل ويطلقون عليه منقطع، والأمر في ذلك عندهم كان واسعا رحمهم الله تعالى، فليس هناك أمور حدية عندهم من إذا خالف وقع في المحذور في هذا العلم. وعلى هذا المنوال هذه التعريفات التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى سلك فيها مسلك من تقدم ممن تكلموا في هذا وحدوه بهذه الحدود، ولكن هذه الأمور حقيقة ليست على طريقة المتقدمين رحمهم الله تعالى، ولهذا لن نعرج عليها كثيرا ولن نقف عليها كثيرا. نحن نعلم بأن السلف كانوا يطلقون على هذا مرسل ويطلقون عليه منقطع ولا يثربون في ذلك، وليس عندهم هذه الأمور الحدية. ثم ذكر بعد ذلك قضية السقط من جهة طرف الإسناد الذي فيه الصحابي. إذا كان الساقط هو الصحابي فلا إشكال في الجملة، لأن الصحابة عدول، رضي الله عنهم، جميعهم عدول رضي الله عنهم وأرضاهم. لكن تأتي مسألة أخرى، وهي مسألة أن يكون الراوي ممن يرسل، فهنا تأتي الإشكالية. نقول حتى وإن كان الساقط هو الصحابي وحده فإنا لا ندري سمع منه أو لم يسمع، أو أن يكون الراوي ثقة في نفسه لكنه لم يسمع من أكثر الصحابة، فهنا ما نأمن أن يكون قد روى هذا الخبر عن أبي بكر الصديق مثلا، قطعا لم يدركه، أليس كذلك؟ فنحن نعم نقول أن الساقط إذا كان هو الصحابي فلا إشكال في ذلك مطلقا، لكن تبقى مسألة الاتصال بين التابعي والصحابي. لكن مسألة الإبهام في اسم الصحابي هذه واضحة جلية، لا يضرنا عرفنا اسمه ولم نعرف اسمه، إلا على احتمال الآخر كذلك أن يكون هذا الراوي من يرسل عن بعض الصحابة، فنقول لابد أن نعرف من هذا الصحابي. إذا قال مثلا يرسل عن عائشة مثلا أو يرسل عن ابن مسعود، ثم روى هذا الراوي حديثا قال عن رجل صحب النبي عليه الصلاة والسلام، هنا الراوي هنا التابعي نعرف أنه يرسل، بل ربما وصف بأنه كثير الإرسال، فهنا نسأل نقول من هذا الصحابي؟ لا لأن الصحابة فيهم كلام مطلقا رضي الله عنه أبدا، بل الصحابة كلهم عدول رضي الله عنهم، لكن لكي نعرف من هذا الصحابي لنرى هل هذا الراوي رواه عنه على الاتصال أم على الإرسال. هل هناك انقطاع أم هناك إرسال في الإسناد؟ هذه مسألة لابد أن ينتبه لها طالب العلم إذا قرأ في ترجمة الراوي بأنه كثير الإرسال مثلا ثم أبهم اسم الصحابي، هنا يحتاج إلى تحري وبحث، لا من جهة إبهام اسم الصحابي وإنما من جهة الاتصال بين هذا الراوي وهذا الصحابي رضي الله عن الصحابة أجمعين. ثم ذكر المعلق وذكر أنه يكون من تصرف المؤلف نفسه، وهذا كثير في صحيح البخاري، كثير ما يعلق رحمه الله تعالى، والمعلق يصدق عليه مسمى الانقطاع ومسمى الإرسال، كله يصدق عليه، ليس إشكال في ذلك. وإن كان وصف المعلق هو أدق حقيقة وأشبه بكلام الأئمة المتقدمين من الكلام في المعضل ونحو ذلك. ثم تكلم عن طريقة التعليق، قد يحذف جميع الإسناد، قد يحذف بعضه، قد يحذف إلى الصحابي أو إلى التابع، كل هذا تسمى معلقات على ما ذكر المؤلف هنا رحمه الله تعالى.
ثم ذكر مسألة الإرسال، حيث قال والصحيح في هذا التفصيل فإن عرف بالنص والاستقراء أن فاعل ذلك مدلس قضي به وإلا فتعليق، وإنما ذكر التعليق في قسم مردود الجهل بحال المحذوف. يعني إذا عرفنا ذلك زال المحذور. مثلنا في دروس الماضية بمرويات أبي عبيدة عن أبيه ومرويات سليمان وعبد الله عن أبيهما، وبصحيفة علي بن أبي طلحة عن ابن عباس ونحو ذلك مما هو صورته الانقطاع والإرسال، ولكن حقيقته الاتصال لمعرفة الواسطة في ذلك. ثم ذكر قال مسألة التعديل على الإجمال، كان يقول كل من أروي عنه فهو ثقة. هذه مسألة يقول عند الجمهور لا يقبل حتى يسمى، كانه يريد جمهور متأخرين، وإلا عند المتقدمين كان الأمر على القبول حقيقة. ولهذا قبلوا من أبي داود أن يقول شيوخ حريز كلهم ثقات، وقبلوا من الإمام أحمد عندما قال لابن عبد الله لا تروي إلا عن ثقة، فكان من روى عنه عبد الله فهو ثقة. قبلوا مثل هذا. وقبلوا من مالك أن قال كل من أبرزت اسمه في كتابي هذا فهو ثقة أو نحو ذلك. هذه قبلها السلف من هؤلاء الأئمة، لم يطعنوا فيهم بسبب ذلك. نعم لم يقبلوا التعديل بالإبهام، التعديل بالإبهام بمعنى لا يسمى، يقول حدثني الثقة، نقول من هو الثقة؟ هنا لأن وجدنا أن هناك من يقول حدثني الثقة ويكون هو ثقة عنده هو لأنه أحسن الظن به، ولكنه على التحقيق عند جماهير الأئمة المتقدمين هو منكر الحديث، كما فعل الشافعي رحمه الله تعالى في رواية عن إبراهيم بن يحيى، فهو روى عنه وقال حدثني الثقة، وهو عند أكثر المتقدمين ضعيف منكر، بل بعضهم جعله متهما ومتروكا. فلا يقبل هذا التعديل المبهم، لا يقبل هذا التعديل المبهم حتى يفسره ويوضح حاله. ثم ذكر مسألة صيغ التمريض وصيغ الجزم، يذكر ويروى وروي، هذه عند المتأخرين يسموها بصيغة يا شيخوان التمريض، أي تضعيف الخبر، الخبر مريض أي فيه ضعف. والجزم كان يقول قال كذا ذكر كذا، هذا يسمى من صيغ الجزم. وحقيقة لا هذا ولا ذا، كله خاضع للنظر، فينظر في الذي قيل فيه يذكر ويروى، كما ينظر في الذي قال فيه ذكر وروى، كلاهما، لأن القضية مبنية على النظر في الأسانيد، إما أن تصح أو لا تصح، إما أن تكون سالمة من العلة أو لا تكون. نذكر أمثلة مثلا على أشهر الكتب، مثلا وهو مثل به المؤلف هنا رحمه الله تعالى، قال بالبخاري، نذكر بعض الأمثلة على هذا. البخاري روى في الصحيح من طريق مسدد عن معتمر قال سمعت أبي قال سمعت أنسا قال ذكر لي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ من لقي الله لا يشرك به شيئا. هذا تعامل الصحابة، ذكر لي، هل أشكل هذا في الخبر؟ ما أشكل. طيب هذه من صيغ التمريض أم لا؟ هذه من صيغ التمريض، ذكر لي، ذكر من صيغ التمريض عن المتأخرين. مع ذلك الصحابة ما كانوا يجعلونها على هذا المنوال. مثال آخر، البخاري في الصحيح قال ويذكر عن سلمة بن الأكوع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يزره ولو بشوكة في إسناده نظر. لاحظ، وتكرر هذا الأمر من البخاري رحمه الله تعالى في الصحيح، مع أنه قال ويذكر ثم قال وفي إسناده نظر. وهذه المسألة لعل
من سبر طريقة البخاري في الصحيح يخلص منها بفائدة أخرى، وهي أن البخاري إذا قال ويذكر هذا لا يفيد عنده الضعف مطلقا، بل ربما يميل أحد إلى أن يقول أن هذا من صيغ التعديل عند البخاري، لأن البخاري إذا ذكر هذا ويريد التعليل ذكر التعليل فيه، ذكر التعليل معه، قال ويذكر ثم قال في إسناده نظر، في إسناده نظر. طيب في الذي يقول فيه ويذكر ولا يتكلم، أهو مثل الذي قال في إسناده نظر؟ قطعا لا، هذه مرتبة مختلفة عند البخاري رحمه الله تعالى. طيب مثال آخر، قال ويذكر عن أبي هريرة مرسلا، لاحظ قال إيش؟ مرسلا. يذكر هنا تفيد إيش يا إخوان؟ التضعيف، لأنه قال إيش؟ مرسلا. طيب حيث يقول ويذكر عن أبي هريرة ولا يقول مرسلا، نفس المرتبة يا إخوان؟ يختلفان، تختلف المرتبة. طيب مثال آخر، قال ويذكر عن ابن عباس أن جلساءه شركاء ولم يصح، لاحظ يبين مرسل في إسناده نظر ولم يصح. نقول هنا أن البخاري أراد التضعيف، أليس كذلك؟ لا بكلمة يذكر فقط وحدها. جيد. طيب مثال آخر، قال وقال عكرمة عن ابن عباس إذا زنى بها لم تحرم عليه امرأته، ويذكر عن أبي نصر أن ابن عباس حرمه، وأبو نصر هذا لم يعرف بسماعه من ابن عباس. إذن يذكر هنا صيغة إيش؟ تضعيف، لأنه بين، وحيث لم يبين لا نقول بأنها صيغة تضعيف، بل هي إلى التعديل أقرب. طيب مثال آخر، وهذا كثير في صحيحه، بوب كثير، قال باب ما يذكر في الصدقة للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم يريد الحديث صحيح. باب ما يذكر كثير هذا في صحيحه، يصدر بهذه الصيغة ويورد حديثا صحيحا على شرطه في الباب. طيب قال باب ما يذكر من صوم النبي صلى الله عليه وسلم وإفطاره. الآن نذكر صيغة التمريض مع التصحيح. قال باب ما يذكر في سم النبي صلى الله عليه وسلم، رواه عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم خرج الخبر في صحيحه، خرج الخبر في صحيحه مسندا متصلا على شرطه، مع أنه قال باب ما يذكر في سم النبي صلى الله عليه وسلم رواه عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال في موطن آخر باب ما يذكر في الذات والنعوت وأسامي الله، وقال خبيب وذلك في ذات الإله فذكر الذات باسمه تعالى. لاحظ ويذكر، والخبر في الصحيح عنده مخرج بالإسناد عنده على شرطه رحمه الله تعالى. إذن هذه القاعدة غير صحيحة، قاعدة بأنه إذا قيل يذكر أو روي أن هذه صيغة تمريض هذا غير صحيح حتى يفسره صاحب المقال، فربما يكون الخبر من أصح الأحاديث ويقال عنه ويذكر، ما في إشكال. ممكن أقول عن حديث في الصحيحين، أقول ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أنس رضي الله عنه كذا وكذا، يكون الخبر في الصحيحين، ما في إشكال في هذا مطلقا. فاعتماد أن هذه الصيغة هي صيغة تمريض وما عدا هي صيغة جزم وتصحيح، هذا لا يجري على منوال السلف رحمهم الله تعالى في التصحيح والتضعيف. نعم. قال والثاني الثالث نعم الثاني هو ما سقط في آخره من بعد التابعي، هو المرسل. تقدم معنا أن السلف إنما هذا أوسع من هذا، يعني لو رواه تابعي قالوا هذا إيش؟ حديث مرسل، ليس الإرسال عندهم حكرا على طبقة التابعين. نعم وهي الأشهر والأكثر، يقال مراسيل
الزهري ومراسيل الحسن البصري ومراسيل سعيد ومراسيل فلان وفلان وكذا. نعم، لكن هذا لا يعني أن الإرسال لا يوصف به من كان من دون أولئك إذا أرسل. كذلك يروي يقول أرسله سفيان، أرسله معمر، أرسله فلان، وهؤلاء من تابع التابعين أو تابع تابع التابعين، لا إشكال في هذا عندهم مطلقا. فالأمر كان على السعة، فتقييد ذلك بهذه الصورة بأنه هو التابعي إذا أرسل هذا هو المرسل وما عداه لا يسمى مرسلا، هذا لا يجري على منوال المتقدمين رحمهم الله تعالى. ثم قالوا وإنما ذكر في قسم مردود الجهل بحال المحذوف، لأنه يحتمل أن يكون صحابيا ويحتمل أن يكون تابعيا، هذا قد تقدم الحديث عنه. مثل ما قال في ما ذكر في البيقونية من السقوطي، قال إيش في البيقونية؟ قال ما منه صحابي سقط، ما منه الصحابي سقط، ومرسل ما منه الصحابي سقط، وهذا غير صحيح، لأنه لو كان الساقط فعلا فقط الصحابي لما كان هناك إشكالية مطلقا، لأن الصحابة عدول ما في إشكال أن يسقط اسم الصحابة، لكن تأتي الإشكالية كما تقدم معنا في تحرير الاتصال بين هذا الراوي وهذا الصحابي، هذه هنا تأتي القضية فقط. أما أن يكون الساقط هو الصحابي فهذه العلة في الإسناد، هذا غير صحيح. لو تعينا بأن الراوي هذا يروي عن الصحابة وأن الساقط هو الصحابي فقط لصححنا الحديث. ثم تكلم عن قضية المرسل، إذا كان راويه لا يرسل إلا عن ثقة، ذكر الجمهور لا يحتجون به، لا يقطعون باحتجاج، وهذا ما ذكر المسلم في مقدمة الصحيح، فقالوا المرسل عندنا وعند غيرنا، وكما قال لا يحتج بها، وكما قال رحمه الله تعالى في مقدمة الصحيح. لكن بعض العلماء قبل بعض المراسيل بسبر حال الراوي أو بمعرفة الواسطة، فمثل علي بن أبي طلحة مرسل، ليس كذلك؟ الأمثلة اللي ذكرناها قبل قليل أبو عبيدة عن أبيه مرسل، قبلوه لأن الواسطة عرفت. هذا باب آخر، باب الاستقراء، وهو ما فعله الشافعي رحمه الله تعالى مع رواية سعيد بن المسيب كما ذكره في الرسالة وفي الأمة في غيره، أنه وجد أن سعيدا لا يرسل إلا عن ثقة. لكن قد يقول قائل إذا نقول فيما رواه الشافعي مرسلا من رواية سعيد فهو صحيح عند الشافعي. لماذا يا إخوان؟ لأنه لا نأمن أن يكون الشافعي رحمه الله تعالى لم يقف على طريق وقف عليها غيره في مرويات سعيد، بأن يكون قد أرسل عن ضعيف مثلا. فعلى كل مرويات سعيد بن المسيب هي أقوى حقيقة من غيرها من جهة الإرسال. فإذا سئلت ما هي أعلى المراسيل تقول مراسيل من؟ سعيد بن المسيب. ومما يرجح هذا استقراء الشافعي رحمه الله تعالى ونسبة مراسيل سعيد إلى الصحة بهذا الاعتبار. ثم قال ونقل أبو بكر الرازي من الحنفية وأبو الوليد الباجي من المالكية أن الراوي إذا كان يرسل عن الثقات وغيرهم لا يقبل مرسله اتفاقا، يعني إذا كان مخلط في الإرسال يروي عن الثقات وعن الضعفاء، فهذا الذي قال فيه السلف شبه الريح ولا يساوي شيئا. لماذا؟ لأنه يرسل عن من أقبل وأدبر، هذه إشكالية. وهذا تجد مثلا في مراسيل الحسن، وإن كان بعضهم يقويها ويجعلها في المرتبة الثانية بعد مراسيل سعيد بن المسيب، لكن حقيقة الحسن يرسل عن ضعفاء. ومن أضعف المراسيل مراسيل الزهري ومراسيل قتادة، يقولون عنها شبه الريح ليست بشيء لا يلتفتون إليه، لأنه يرسل عن من أقبل وأدبر عن الثقات وعن غيرهم. فإذا وجد مثل هذا فهذا لا يلتفت إليه مطلقا، الكلام فقط في راوي جرى الاستقراء لحديثه فعلمنا أنه لا يرسل إلا عن ثقة كحال سعيد بن المسيب، هذا الذي يعني يقوى حاله، وإن كان لا يصلح أن يكون حجة قاطع من كل وجه، لا سيما في الأصول، أصول العقائد، أصول الأحكام. ما يأتي الإنسان بمرسل لسعيد يقول هذا يدل على كذا، لا يتأتى. وإنما نبهت على هذا لأن بعض المتصوفة يستدل ببعض مراسيل سعيد بن المسيب في بعض المسائل، فننتبه، وإن كانت ليست المسائل الكبيرة التي يقعون فيها هم. على كل
ربما وجدوا مرسلا مثل هذا ليعتضدوا بنقول مرسل في الأصل أنه إيش؟ مردود، ويتعين رده إذا خالف النصوص الصريحة، إما بالملفوظ أو بالمعمول به. يعني نأتي أن نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم طيلة حياته، وأن الصحابة رضي الله عنهم طيلة حياتهم لم يفعلوا هذا مطلقا، مع قيام الداعي لذلك ووجود المقتضي ولم يفعلوه. ثم يأتيني مثلا بمرسل للحسن البصري أو مرسل لسعيد بن المسيب ويقول هذا يدل على ثبوت ذلك، يقول هذا لا يقبل مطلقا، هذا لا يقبل مطلقا، لأن النصوص الصريحة الصحيحة الواضحة من جهة اللفظ أو من جهة العمل دال على عدم وجود ذلك ودل على انتفائه. وهذه عقيدة، والأصل في العقائد التوقف، والأصل في العبادة التوقف، فلا نبني عقيدتنا ولا نتعبد الله جل وعلا بشيء إلا كشيء صحيح واضح صريح كالشمس. لعلي أكتفي بهذا يا أخوان، جزاكم الله خيرا. ذكر القسم الثالث، قال المعضل، ما زال يقول القسم الثالث من هذا. قرأت هذا؟ طيب اقرأ إلى قوله إجازة ووجادة، نقف عنده، اقرأ. والقسم الثالث من أقسام السقط من الإسناد إن كان باثنين فصاعدا مع التوالي فهو المعضل، وإلا بأن كان السقط اثنين غير متواليين في موضعين مثلا فهو المنقطع. وكذا إن سقط واحد فقط أو أكثر من اثنين لكن بشرط عدم التوالي. ثم إن السقط من الإسناد قد يكون واضحا يحصل الاشتراك في معرفته بكون الراوي مثلا لم يعاصر من روى عنه، أو يكون خفيا فلا يدركه إلا الأئمة الحذاق المطلعون على طرق الحديث وعلل الأسانيد. الأول وهو الواضح يدرك بعدم التلاقي بين الراوي وشيخه بكونه لم يدرك عصره أو أدركه لكن لم يجتمعان، وليست له منه إجازة ولا وجادة. ومن ثم احتيج إلى التاريخ لتضمنه تحديث مواليد الرواة ووفياتهم وأوقات طلبهم وارتحالهم. وقد افتضح أقوام ادعوا الرواية عن شيوخ ظهر بالتاريخ كذب دعواهم. نعم، قف عند هذا. يعني بدأ يتكلم ما زال عن معضل وتعريفه، وتقدم الحديث عنه، لكن ذكر مسألة وهي مسألة السقط الجلي والسقط الخفي. فذكر في السقط الواضح لكنهما لم يجتمعا. هذا لا يتأتى حقيقة على أنه من الواضح من كل وجه، لأن كونهما لم يلتقيا هذا في حديث قد يخفى على كثير. أما الواضح من هذا أن نعلم أن فلانا عاش بالمدينة ومات بها، روى عن رجل عاش بالعراق ومات بها، هذا واضح، لم يلتقيا مطلقا، لا بد أن بينهما إيش؟ واسطة. لكن يشكل على هذا أن يكون الراوي بصري عاش في المدينة مثلا، أو راوي يمني وارتحل إلى الحجاز والعراق. هنا يأتي مسألة السقط الخفي، هذا وارد. أذكر لكم مثالين لهذا من كلام ابن المديني رحمه الله تعالى. لاحظ، سئل عن حديث الأسود وهو ابن سريع، بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فأكثر القتلى، قال والحسن عندنا لم يسمع الأسود. لاحظوا الدقة هنا، نعلم أنه ليس على كل حال هذا من باب الواضح بل يكون خفيا. قال والحسن عندنا لم يسمع الأسود لأن الأسود خرج من البصرة أيام علي وكان الحسن بالمدينة، مع أنه اسمه إيش يا أخوان؟ الحسن إيش؟ الحسن البصري. لاحظ، هذا شيء دقيق جدا، هذا شيء دقيق جدا. يعني سبر حال الحسن البصري في وقت الرواية والتحمل، فوجد أن مثله لا يروي هذا عن أسود بن سريع. فقال ثم قال فقلت له ابن مبارك يعني فضالة، يعني روى هذا، يعني يقول في حديث الحسن عن أسود أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت إني حمدت ربي بمحامد أخبرني الأسود، فلم يعتمد على المبارك في ذلك ولم يسمع من الضحاك بن سفيان شيئا. لاحظ، يعني يقول جاء في خبر أنه قال أخبرني الأسود، لم يلتفت إلى هذا، لم يلتفت إلى هذا، لأن القرينة عنده القوية بأن الحسن لم يلق من الأسود ابن سريع وإن قال أخبرنا. وهذا كما جاء عن البعض قال أن الحسن روى عن أبي هريرة فقال حدثنا وأخبرنا، هذا كل وهم من بعض الرواة.
وهم من بعض الرواة، ولكن أهل العلم يصبرون هذا ويفهمونه تماما ولا يلتفتون إليه. سئل عن حديث الضحاك، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما طعامك؟ قال: ايش يا ابو حاتم؟ عفوا، ماذا قال ابن المديني؟ قال: حديث بصري اسناده منقطع، لأن الحسن لم يسمع من الضحاك، فكان الضحاك يكون بالبوادي ولم يسمع منه. لاحظ، الضحاك في البوادي والحسن أين؟ في المدينة، لم يسمع منه. هذا أمور خفية. ولاحظوا أن سمى الحديث يا إخوان، سماه إيش؟ منقطع، مع أنه على حد المتأخرين نسميه إيش يا إخوان؟ مرسل. هو يقولون إسناده منقطع. ممكن نذكر حديث آخر أيضا. سئل ابن المديني: سمع الحسن من أبي سعيد الخدري؟ قال: لا. كان بالمدينة أيام كان ابن عباس على البصرة استعمله عليها علي، وخرج إلى صفين، وقال في حديث الحسن: خطبنا ابن عباس بالبصرة، إنما هو قول ثابت قدم علينا عمران بن الحصين، ومثل قول مجاهد خرج علينا علي، وكقول الحسن إن سراق بن مالك بن جعشم حدثهم، وكقول غزا بنا مجاشع بن مسعود. الحسن لم يسمع من ابن عباس وما رآه قط، كان ابن عباس بالبصرة. لاحظ التعليلات كيف؟ ثم وجه كلام من قال هذا، قال: هذا مثل يقول خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني خطب المسلمين لست يعني وأنا واحد من المسلمين، لكني لم ألقه ولم أره. وهنا مثل قول قال مجاهد: خرج علينا علي، علينا على أهل الإسلام أو على الصحابة في زمانه أو على التابعين، لكن هو لم يروي عنه ونحو ذلك. نقف عند هذا والله تعالى أعلم. نعم. الشاب يقول: نظرت في مراسيل سعيد، يقول: فوجدتها صحاح، يعني وجده أنه لا يرسل إلا عن ثقة. ممكن لتمام الفائدة نذكر لفظ كلامه رحمه الله تعالى. لحظة.
لعلي أجيب الدرس القادم يحتاج إلى بحث، ذكروني به بس فقط. إيش السؤال الثاني؟ بعض العلماء يقولون أن الصحيح كان لا يذكر عن أبي هريرة يعني لأنه تشيء يعني ذلك أشياء أن يذكر لذلك دائما يعني هل هذا الكلام؟ ما يصح. الذين جزموا بصحة مراسيل سعيد إنما جزم بها من جهة الاستقراء. الاعتبار هو النظر في الأسانيد، هذا يسمى الاعتبار، وجمع الطرق هذا يسمى الاعتبار. هذه طريقة المجتهد الذي يملك آلة البحث في ذلك والقدرة عليه، يجمع الطرق وينظر في الأسانيد، هذا يسمى بالاعتبار، هذا يسمى الاعتبار. أي هذا الجمع نفسه، هذا العمل يسمى الاعتبار. لا ليخلص للتصحيح أو التضعيف، يعني ينظر في الإرسال هل هو متصل من جهة أخرى، ينظر في العلة هل هي منتفية في مكان آخر، هل هناك طرق الترجيح ونحو ذلك، أم يعمد إلى الترجيح، أم يعمد يثبت النسخ من عدمه. كل هذا يسمى بالاعتبار، يعني طريقة المحدث في نقد الحديث والتصحيح والتضعيف، هذا يسمى بالاعتبار. نعم. لا خارج، اصبر خلينا نخلص من الداخل بالأول. نحن قلنا علة قادحة هذه ما تنبغي. العلة إذا وجدت فهي قادحة، ما في شيء اسمه علة غير قادحة. علة يعني قادحة. قضية الخفاء من عدم هذا بحسب الاعتبار، يعني حسب الشخص المعتبر والناظر في ذلك. لا ما نستطيع حتى هذا أن نقول إذا جزم أن هذا صحيح عند البخاري، ما نستطيع أبدا. فإذا كان هو التمريض ما قطعنا فيه بشيء، كيف نقول بالجزم أنه يصحح؟ نقول هذه الأمور كلها خاضعة للنظر في الأسانيد. لكن تبقى إشكالية في تحديد بعض المعلقات في البخاري، هل هي حقيقة معلقة أم لا؟ هناك صور كثيرة حقيقة مما قيل عنه أنه معلق وهو غير معلق حقيقة، بل يكون عطف على إسناد سابق. منه قوله قال هشام بن عمار في حديث المعازف، الحديث متصل ليس معلقا، وربما يذكر يقول وقال كذا، يعني يذكر أحد الرواة من نحن نقطع بأنه لم يلقهم، لكن يكون هذا عطف على الإسناد المتقدم، يكون هذا عطف على الإسناد المتقدم. ها؟ كتاب التعبير أول ما بدأ يجمع. أيوة. هناك معلق الزهري. إيه المعلق الزهري، نعم المعلق. يعني في العلمانيين يقول هو القرآنيين يفعل في صحيح البخاري في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتردد بشهر الجبال. يشنعون بهذا الحديث. ليش إيش وجه التشنيع فيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن ينتهي. طيب هو الحديث ثابت أم ضعيف؟ الحديث هو العلم أنه معلق. ممتاز. هو البخاري قال هذا صحيح؟ هذا هو صحيح، نعم. كل ما أورده في كتابه صحيح؟ لا. طيب. هو الصحيح عنده ما كان مسندا، هذا هو الصحيح عند البخاري. ما على ذلك يذكر حتى حديث ضعيفة في كتابه. ذكرها البخاري في الحديث قال فيما بلغنا. إيه؟ تضعيف
نعم إذا قال فيما بلغنا لازم من صيغة التضعيف.